السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي ندير واحد الدرس ديال واحد الكوزة كتجي كلها بالعقيق المقصص، هذاك اللي كيكون مقاد اللي ما تيطلقش، الحر يعني الحر. هانتوما راني بديتها، دابا غادي نكملها معكم. يعني هاد الورقات بحال هاد الورقه اللي غادي ندير ان شاء الله معكم، وهادو كذلك ها هما خليتهم باش غنديرهم معكم. ومن بعد ما زينتها بليستراس من هنايا، حاولت نزيد ليه هاد في القنيتات هنا هاد بحال العقيقات هما ديال الحديد. دابا غنكمل معكم ان شاء الله هادو، ونكمل معكم هادي. راه كتجي زوينه بالنسبه للجلابه. لو بغيتي ديري مثلا 4 كتزيدي وحده هنا، وتزيدي وحده هنا، وتزيدي وحده هنا، او ديري 2 ولا 3 تحت وحده، تحت وحده، تحت وحده. راه كيجيو انيقين، كيجيو زوينين. هانتوما العقيق البريه كيجيو زوينين. المهم غنشدو الابره ديالنا رقيقه ديال العقيق اللي تدخل العقيق. ندخلوا، لو بغيتو تتعلموا ديروا العقيق عفوا ديروا الخيط على 1 ولا على 2. وانما لا بغيتو تخدموا نيشان في شي جلاب ولا شي حاجه، حاولوا تدوبلوا العقيق الخيط ديالكم ديروه على 4 باش ما يتقطعش لكم مع الصابون. دابا انا دايره على 1 باش نعلمكم. نشدوا الخيط ديالنا، غنعقدوه، غنخشيوه من التحت. غنحاولوا نخشيو الابره من هنا، غنزلقوا العقيق ديالنا، غنشوفوا شحال هذيك البلاصه غادي ترفد لينا ديال العقيق. غنبداو من هنا ومن هنا عاد غنبداو نعمروا من الداخل. هاد العقيق الرقيق شويه تيجي صعيب في الخدمه، خاصك تحس بيه، خاصك تهزيه بجوج بجوج، ولا خاصك بشويه وانت تتزلقي فيه. كيشد الوقت يعني، ما كديروا بحال هكا. نخشي الابره ديالي هنا، ونحاول نخشي الابره من هنا، ونرطق هذا باش يجيني مقاد مع الستيلو اللي راني راشمه به. نحاول تاني نخشي من الجهه الاخرى من هنا باش ندير الفرقيه، باش ندير الاطار هو الاول، عاد نبدا نعمر الوسط. نحاول نرتق ديال الخيط هذا العقيق ديالي من الجنب باش ما يبقاش يمشي لينا لهيه. دابا غنبداو نعمرو الوسط.
نحاولوا فيما نخدموا نحاولوا نرتقوا، نشدوا هذا الخيط بالخيط من الوسط باش ما يبقاش يمشي لينا، باش يشد البلاصه ديالو. كذلك غنجي للجهه الاخرى ونبدا نعمر تاني. الله اكبر كبيره، الله اكبر الحق. دائما حاولوا تضربوا ضربه الوسط، شدوا بها هذا الخيط من الوسط باش ما يبقاش يتحرك لكم. ضربوا الابره من الوسط باش ما يبقاش يتحرك لكم. نتمنى الشرح يكون واضح. يعني العقيق ساهل، عاود كيشد الوقت وصافي. دائما بقاو تزلقوا وبقاو تقيسوا على البلاصه اللي غادي تقدروا تضربوا الابره من الفوق، ماشي مشكل. دابا بقات لي هاد البلاصه من بعد نكملها. دابا غادي نرجع معكم للجهه الاخرى، غنجيو لهنا غنخشيو الابره هنا وغنحاولوا نزلقوا له العقيق
وغنديوه مايل، غنديوه مايل، يعني غتشوفي شحال غادي تجيك من عقيقه تما. تنظن غنقص وحده ويجوني غير 3 في ديك الجهه. كتدو العقيق مايل بحال هذا الشكل وكتضربي. كذلك كتجي لهاد البلاصه اللي فيها الفراغ، او غنشد من هنا. دابا غنبقاو غاديين بثلاثه حتى تصغر لينا المسافه، وديك الساعه غنوليو نديرو غير جوج. حاولوا تقاربوا. يعني دو العقيق ديالكم دوه مايل. نحاول نرتق هذا. نتمنى الشرح يكون واضح على هذا الشكل. دابا غادي نكمل هاد الجهه، نكمل هاد البليصه اللي بقات ليا ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كتجي زوينه، ملي كيكونوا 4 ولا 5 متابعين راهم كيعطيو واحد الجمال في الجلابه ديالكم. المهم نكمل هاد الشيء ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذه هي الرشيمه ديالنا من بعد ما كملناها. يعني راه كتجي بحال الكوزه، يمكن لك ديروا في الجلابه مثلا 4 هنا 4 وحده تحت وحده تحت وحده، راه كتجي زوينه وكتجي انيقه. انا بعدا عجبتني، كتجي عاطيه البريه. يمكن لكم لما بغيتوش هادو يجيو صغار يمكن لكم تكبروهم بحال الاقواس هكا كبارين شويه باش تعمروهم مزيان. المهم رسمه بسيطه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. واللي ما مشاركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه وديروا لي لايك وابوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.